السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير ولا خير. قبل ما نبداو لا فيديو نصلوا النبي عليه الصلاه والسلام. اللي ما اشتركتش في قناتي تدخلوا تشترك وتضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد. كما راكم تشوفوا راح نديكم في زياره الى اكبر مسجد في الجزائر بالمحمديه، واول مره راح نصلي فيه، والمعروف ثالث اكبر مسجد في العالم. يلا ما نخليكمش تستناو. رانا قدام المسجد الكبير، جينا باش ندخلوا. قالك حتى لصلاه المغرب حنا نستناو. فوالا راني هنا في الطوموبيل كما راكم تشوفوا. اذا خلاونا نصوروا دوك نعتلكم يعني. شوفوا هذا كل هذه الواجهه الاماميه منين يدخلوا. فوالا كما راكم تشوفوا هنا. انا نزوم لكم باش تشوفوا مليح. درك حنا كي يدن اذان المغرب ندخلوا نصليو فيه ان شاء الله بحول الله. واذا يعني قدرت يعني نصور لكم على داخل دوك نصور لكم. خاطر يحلوا غير اوقات الصلاه كيما صلاه الصبح يعني مع الفجر والظهر والعصر والمغرب، يخليوه حتى العشاء ومن بعد يقفلوه. يلا كما راكم تشوفوا هنا صلاة الجمعة ما يديروهاش، صلاة الجمعة وصلاة العيد ما يديروهمش. هنا كما راكم تشوفوا دوك احنا نستناو يشمل عدة مرتفعات، منها مكتبة وندخلوا، ومنها سمع عمارات خاصة يعني للموظفين اللي ساكنين هنا. شوفوا هنا راني نكاسي في ليكروت. جعنا ولينا قلنا خلينا ناكلوا شويه حاجة خفيفة ومن بعد قبل ما يذن نروحوا. كما قلت لكم عنده عدة مرفقات، منها المكتبة ومنها يعني سكنات يعني تاع الموظفين. هذا يعني اللي راني شفتو انايا، وفيها يعني عياده. فوالا يعني كيما راكم تشوفوا راني ناكل ونصور. فوالا كيما راكم تشوفوا ان شاء الله كي ندخلوا لداخل دوك نستكشفوا واش كان فيه. راني اول خطره جيت، وحنا كنا يعني باساجي جينا يعني من خرجنا مروحين وين نسكن نقطعوا ونسكن، ولينا لحقنا يعني المغرب قلنا خلينا نصليو هنا في هذا المسجد هذا. هنا راه ما بقاش على المغرب، بقالو حوالي 10 دقائق ويذن. صدق الله العظيم. كما راكم تسمعوا الاذان راه يذن. دوكا ندخلوا لداخل نتوضاو ونصليو ان شاء الله.
كما راكم تشوفوا هذا المقطع هذا راهو اسمه الزوج تاعي اللي صورهولي، خاطر انا الشحن تاع الهاتف تاعي طفالي، وقلت له كمل لي صور لي نتايا. والله يعني روعه، سورتو يعني الهندسه المعماريه تاعو روعه روعه روعه، وجا كبير كما راكم تشوفوا فيه، لتحت يصليو الرجال والفوق النساء. ويعني كما قلت لكم يعني الهندسه المعماريه تاعو يعني هايله. ماذا بكم يعني تزوروا سيرتو اللي يسكن هنا في الجزائر. وش راح نقول لكم، وربي يتقبل علينا ان شاء الله.